تقدم مجموعة من الإخوة إلى إمام المسجد بعد مرور ليال معدودات من شهر رمضان المنصرم لينثروا بين يديه قصة أمهم. قالوا: يا شيخ، توفيت أمنا العام الماضي، وفي هذا العام وبعد أيام من رمضان أخبرتنا إدارة المقبرة بأنه سيتم فتح قبرها اليوم، لأنها لم تدفن في لحد بل في شق من الأرض، وهو نوع من القبور التي تبنى بحيث يعاد فتحها بعد عام ليجمع رفاة الميت ويدفن في المقبرة، مفسحا المجال لميت آخر. أحب الأبناء أن يذهبوا ليروا كيف يفتح قبر أمهم، عل أعينهم تقع على شيء من رفاتها أو بقايا أثرها. وحين وصلوا فتح القبر، وإذا بهم ينظرون إلى تلك الغرفة، إلى ذلك الكفن الممدد على الأرض. اقتربوا ليجمعوا ما تبقى من رفاتها، لكن الكفن كان منتفخا. ما الذي بداخله؟ فتحوا الغطاء فإذا بهم يبصرون أمهم على هيئتها التي ماتت عليها، لم تأكل الأرض من لحمها شيئا، عيناها كما هما، وجهها كما هو، وكأنها لم تفارق الدنيا. خرجوا مندهشين، وأعلنت إدارة المقبرة أن هذا القبر لن يبدل وسيظل لها وحدها. كانت هذه المرأة رحمها الله من عائلة موسرة ماديا، لكن بعد وفاتها اكتشف أبناؤها أنها كانت مدينة بمبالغ كبيرة، فتعجبوا كيف يكون ذلك وهي من أسرة ميسورة الحال. بحثوا وسألوا حتى علموا بسرها العظيم. لقد كانت رحمها الله بينها وبين الله خبيئة من عمل السر لا يعلم بها أحد سواه. كانت تنفق على العديد من العائلات من الأيتام والمساكين والأرامل، ليس في مدينتها فحسب، بل في مدينة أخرى أيضا، ولربما ضاق بها الأمر فاضطرت إلى الاستدانة ثم تسدد. ما استدانت لتنفق في سبيل الله. يا لها من سعيدة في الدنيا والآخرة. إنهم السعداء الذين بذلوا أموالهم في رمضان وغير رمضان لله رب العالمين، فطروا صائما، أطعموا مسكينا، كفلوا يتيما، وساهموا في نشر الخير، يعلمون أن رسولهم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. إنهم يسمعون حديث النبي: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدت للذين يطعمون الطعام ويفشون السلام ويبيتون قياما والناس نيام، ويعلمون أن المرء يوم القيامة يكون في ظل صدقته، وأن من الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهنيئا لأولئك السعداء الذين اشتروا الجنة بأموالهم في رمضان يوم أن أعلنوا القرض، ولكن مع من؟ مع الكريم الواحد الأحد رب العالمين.